الكلام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده من تامر هجرس اللي انا حطيته لكم على الشاشة. ده كلام حقيقي بجد. تامر هجرس طالع بيصرح وبيقول ان هو بيكون فرحان لما الناس تبص على مراته، فكده هو بيتأكد ان هو متجوز واحدة حلوة. بصوا، انا مش هتكلم في الدين عشان انا مش انا يعني الشخص اللي يتكلم في الدين، مع ان كلنا عارفين ان الحلال بين والحرام بين، وكلنا عارفين ان الراجل الديوس ده ما بيخش الجنة، لا يدخل الجنة ديوس. ولكن برضه انا مش هتكلم في الدين. لكن مجتمعيا الظاهرة دي منتشرة جدا. ظاهرة الرجالة اللي هما مش رجالة، الديايسة اللي بيلبس مراته عريان واللي بيلبس بنته عريان والكلام ده كله. لكن الغريب في الموضوع ان تامر هجرس مش معري مراته بس، لا ده هو طالع بيفتخر ان هو في ناس بتبص على مراته وهو مبسوط. كان في اعلامي اسمه عمرو الليثي، لو انا مش غلطان يعني في اسمه، كان طالع مع تامر هجرس وبيسأله، بيقول له هو انت بتغير على مراتك؟ فتامر هجرس سكت كده شوية وقال له كنت بغير على مراتي، انما دلوقتي انا كبرت ونضجت، فبالتالي مش بغير على مراتي، بالعكس انا بحب الناس تبص لها عشان بتأكد قد ايه انا متجوز واحدة حلوة. ما هو لو بالمنطق والمنطلق ده يا تامر، اللي هيحضن مراتك او هيبوسها او هيسلم عليها او هيعمل معاها اي حاجة، المفروض لو على كلامك انك تتبسط اكتر واكتر، ما انت معاك بقى واحدة حلوة وجامدة هتتبسط اكتر بكتير طبعا. انا معرفش الناس دي بتفكر ازاي، عقليتها ازاي، الناس دي فين النخوة بتاعتها وفين الغيرة بتاعتها؟ مش هقولك بقى بعيدا عن الدين، عشان والله ما ينفعش نقول بعيدا عن الدين، بس تاني انا مش هتكلم في الدين، مش انا الشخص اللي يتكلم في الدين. ولكن مجتمعيا فين النخوة، فين الرجولة، فين؟ يعني انا مش فاهم بجد الناس دي بتفكر ازاي. والناس دي موجودين كتير قوي وسطنا، وموجودين كتير قوي في مصر. فالرسالة اللي حابب اوضحها في نهاية الفيديو ان يا جماعة مش ده الطبيعي. ما تخليش الناس دي تأثر عليك. حافظ على أهل بيتك وخاف عليهم وغيرهم، حافظ على مراتك، حافظ على بنتك، حافظ على كل أنثى بتخصك، وخليك راجل.